تخيل معايا عزيزي المربي، عندك عنبر فراخ شكله ممتاز والدنيا تمام. فجأة الفراخ بدأت تعطس وتطلع افرازات من الانف مع قلة انتاج وضعف نمو. العدو هنا هو الميكوبلازما او الكرونيك ريسبيراتوري ديسيز CRD. الميكوبلازما دي بكتيريا صغيرة جدا لكنها خطيرة وخبيثة، وده لانها ما عندهاش جدار خلوي. عشان كده من الصعب على المضادات الحيوية التقليدية تقضي عليها، فبتقدر تستخبى من الانتيبادي، وبنقول عليها سوبر انتيجين، يعني لابسة طاقية لخفة، فبتستهلك المناعة على الفاضي وتكون المحصلة سلبية. ودي عندنا منها نوعين، مايكوبلازما جاليسيبتيكم ودي بتستهدف الجهاز التنفسي، ومايكوبلازما ساينوفيا ودي بتستهدف المفاصل واحيانا الجهاز التنفسي. تعرف ان المايكوبلازما ليها خطورة تانية، وهي ان في الغالب يتبعها عدوى ثانوية سواء من فيروس او بكتيريا، وده بسبب ضعف المناعة. حاجات زي النيوكاسل والجمبور والاي بي، والميكس الرهيب ده بيطلع عندنا تجبنات ومواد جيلاتينية. طب دي بتنتقل ازاي؟ والله اما من الام للكتكوت عن طريق البيضة، او من طائر لطائر عن طريق الرذاذ والتنفس. وفي كمان عوامل بتساعد في نشره، ومن اهمها الجو البارد، الرطوبة العالية والتهوية السيئة، مستوى المناعة، وكمان جنس الطائر لانها بتنتشر اسرع في الذكور. ربنا نصرني. هنلاحظ بقى ان في عطس وسعال مع افرازات من العين والانف، كمان ورم في المفاصل وحكة. او يجي الفلاح يقول لي يا دكتور في طشمة عند الفراخ. ايوه هي دي الميكوبلازما، طبعا مع انتاجية اقل. بنعالج بالمضادات الحيوية والحقن، بس خلينا متفقين ان مفيش مضاد حيوي هيقضي عليها 100%. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الوقاية خير من العلاج، فعشان نقي نفسنا نحاول ننظف العنبر ونخلي فيه تهوية كويسة، ونستخدم نظام all in all out، ونغير الفرشة، ونفحص الأمهات بانتظام. كمان نحاول نحصن بلقاح سواء ميت أو حي، ولو لاحظنا على حد المرض نعزله على طول علشان العدوى ما تنتشرش. وبس كده.